طب عايزين ندعي. اما عايزه ادعي لازم افهم الاول عن الله اللي بيستجيب الدعاء. اسم الله الايه؟ المجيب. وركزوا معايا عشان هشرح اسم الله المجيب بالله عليكم، وهشرحه بطريقه سهله، واقول التكات اللي احنا ممكن يعني نقع فيها واحنا بندعي ومش واخدين بالنا وفاكرين ان ربنا هيثوب ما يستجيبش، وانت عامل حاجات غلط. ان شاء الله نتفاداها النهارده ونقولها نتوكل على الله كده ونسمي الله، نسال الله التوفيق. بصوا الايات في سوره الانبياء من الايه 83 لحد الايه 90 في سوره الانبياء. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا اللهم امين انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بصوا مجرد بس فقط الانطراح بين يدي الله عز وجل، وان احنا نسال ربنا وندعي ربنا ونقول حاجتنا بين ايدين ربنا، ثق يا بنتي وثق يا ابني ان الله سبحانه وتعالى هيستجيب. ليه؟ لان هو المجيب سبحانه وتعالى. المجيب يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء حتى ولو كافر، حتى لو كافر، لانه في حاله اضطرار، فما بالك لو مسلم موحد بالله ويقولوا لا اله الا الله. الله عز وجل بيجيب اي مضطر، بس يقول يا رب يا رب. ليه؟ لان ده من صفات ربنا سبحانه وتعالى الكريم اللي ما يردش حد ابدا، ولا يرد المنكسر ولا يرد ذي الواقف على بابه. الله سبحانه وتعالى لا يرد ابدا حد اعتمد على الله بصدق ودعا ربنا سبحانه وتعالى بصدق. انتوا عارفين فين المشكله؟ المشكله يا جماعه ان بيبقى عندنا مشاعر العجله، يلا عايزين نستعجل، امرنا في عجله، يلا بنستجيب الامر، ادعي وربنا يعجبني. لا، ولا ينتظر تدبير ربنا سبحانه وتعالى وتوقيت ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب، وسبب من اسباب عدم الاجابه هو سوء الظن في الله، او سوء الظن ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيستجيب لي. ده سبب من اسباب عدم الاجابه على فكره، وخلي بالكم من الكلام ده. والله سبحانه وتعالى لما بنساله الفرج ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيستجيب. نعلم بقى ان التقديم في الاجابه او التاخير فيها هو حكمه بالغه من الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام، مع ان سبحان الله افعال الله كن فيكون، لما يفعل لما يريد في ساعتها، ولكن الشيء بيكون ايه؟ على مهل او في 6. ليه؟ يكون اعظم سبب يكاد يتفق عليه اهل العلم كلهم في السبب او في التعليل ليه خلق السماوات والارض في 6 ايام، مع ممكن يكون فيكون. قال من اجل ان يعتقد، ده كلام العلماء، ان يعتقد العباد ويعلموا ان الله عز وجل يعامل العباد بالحلم، وان الله سبحانه وتعالى يدبر شؤون لعباده بلطف ويدبرها بألطف ما يكون بالراحه الهوين. يعني انت